الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم ازاي نحول فايل احنا كنا عاملينه بالانديزاين لملف SWF، اللي هو يعني نعمله بشكل كتاب فلاشي بتتقلب صفحاته. ممكن نستخدمه في الويب او نستخدمه في اي حاجة ككتاب فلاشي عادي. احنا الموضوع سهل جدا. بعد ما عملنا الكتاب وصممناه بالانديزاين وهي الصفحات بتاعته، هنخليه يبقى كتاب فلاشي. هنقول له اكسبورت او كنترول واي، ونديله الاسم ايا كان. بعد كده هيطلع لنا القايمه دي اللي في الغالب مش هنغير فيها حاجه، يعني يفضل ما تغيروش فيها حاجه. بس شرحها، هل هي هنعمل all pages، هل كل الصفحات اللي احنا عاملينها هنطلعها في كتاب فلاشي، ولا هنختار مثلا من صفحة 3 لصفحة 40، من صفحة 1 لصفحة 10 وهكذا، يعني نختار مثلا كذا صفحة من اللي احنا عاملينها. تاني حاجة generate html فايل، معناها ايه ده؟ اولا احنا export swf، يعني بيطلع لنا الكتاب بصيغة swf اللي هو الفلاش، وبيطلع لنا كمان ممكن يطلع لنا بصيغة تانية، احنا ممكن نشيل ده فما نختارش دي. ايه دي؟ نطلع لنا بصيغة html اللي برضو ممكن نستخدمها في الويب، و swf برضو ممكن نستخدمها في الويب. المهم بعد كده بيقول ايه السايز بتاعه، هل يبقى 100%؟ يفضل 100%، ولا فيت تو اللي هو ايه؟ الفيت تو ده اللي هو احنا مثلا دي لو نلاحظ دي الحاجات بتاعت الويب، المقاسات ال 1024 768 وهكذا، ولا احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا كنا مدينه مقاسات، بس هو في الغالب بصوا احنا ما نغيرش المقاسات عشان احنا ايه مظبطين في الاول المقاسات باللي احنا عايزينه. بس لو بفرض مثلا كنا مطلعينه مثلا ده كتاب هيطبع واللي على الويب هيبقى شكل تاني وهنغير مقاساته، بس هو في الغالب انا شايفه ان يفضل ما نغيرش مقاساته عشان ما يحصلش ديستورشن حتى في الكلام وفي الصور وكده. المهم او هنخلي مقاسه مناسب مثلا لاي حاجه احنا البروجكت اللي احنا ناويين هنستخدمه فيه، ولا هو هنخليه 100%، او عايزينه مثلا نفس البتاع بس نفس يعني السكيلز بس مثلا اكبر من السكيل ده مثلا 200%، 150. انا في الغالب هنخليه زي ما هو. الباك جراوند هيبقى البيج كولر او ترانسبيرنت. في الانتراكتيفيتي اند ميديا هنختار يعني ايه ترانزيشن، بيج ترانزيشن يعني الشكل اللي هيطلع من الصفحة للصفحة التانية، هل هتبقى بلايندز ولا بوكس؟ يعني هتجربوها وتشوفوا الفرق. لو انتوا بتشتغلوا برامج مونتاج هتبقوا فاهمين يعني ايه الفيد، يعني ايه يعني سبليت، يعني سبليت مثلا هتقسم الصفحة وبعد كده تخش السلايد اللي بعديه او الصفحة اللي بعديه كده. البيج تيرن هنختار بيج تيرن مثلا، وهنقول طبعا هنحط علامة شيت بوينت دي انكلود انتراكتيف بيج كورل، اللي هي احنا هنخلي هنطلع شكل الصفحة وهي بتتقلب، اللي هي شكل الصفحة وهي بتتني وهي بتتقلب. وطبعا اوكي هيطلع لنا هو كده بيبتدى يعمل اكسبورت وبيعمل جنريت فلاش بلاير SWF، بيعمل اكسبورت بقى الفلاش بلاير SWF عشان نبتدي نستخدمه بعد كده. المهم ان احنا لما هيطلع لنا في المكان اللي احنا مسيبينه فيه هيطلع لنا بصيغتين، SWF HTML، ونشوف احنا هتستخدموه باي شكل. اهو ده كده شكل الايه. اول بصوا فتح اوتوماتيك HTML. التقليب بقى ما فيش هنا يعني زراير، هو الديزاين مش متاح لنا ان احنا نعمل زراير او كده. بس متاح لنا ايه بقى؟ ان هو بالاسهم اللي في الكيبورد اليمين والشمال هتقلب، يعني هندوس كده السهم الشمال، شايفين؟ هو ده الشكل. بصوا بقى وهي بتتقلب الصفحة وهي بتتقلب، هو ده الشكل النهائي اللي المفروض يطلع بيه. هي دي برضو ترانزيشن اللي هي من الصفحة للتانية، شكل تقليب الصفحة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.